اهلا وسهلا بكم، معاكم مهندس احمد صلاح، والنهارده هنتكلم عن تريكايه مهمه جدا. بس قبل ما نتعلم مع بعض، اعمل لايك وسبسكرايب عشان انا كل يوم بنزل محتوى جديد خاص بالهندسه المعماريه والهندسه الانشائيه في برنامج الريفت و 3 دي ماكس. النهارده انا معايا لوحه سلم زي ما احنا شايفين هنا كده. وعندي الجزء ده المفروض ان هو فيه شفت علشان خاطر تضغيط السلم. طيب انا في الطريقه العاديه او في العادي بتاعي انا هاجي اعمل شفت. بالنسبه لي كده هقول له والله الشفت ده انا عايزه من بيزمنت 2 مثلا لغايه الروف بتاعي مثلا. وهاجي اقول له والله انا عايز الشفت ده بالشكل ده. وهاجي عند كل دور هعمل ديتيل لاين بالشكل ده اللي بقول فيه ان الحته دي فيها شفت. طبعا الطريقه دي غلط جدا، والكيس اللي زي دي انا باجي عندي هنا في الشفت بفتح السكتش بتاعي، بيبقى في حاجه هنا اسمها سيمبوليك لاين. باجي عند سيمبوليك لاين واختار اللاين اللي انا عايزه، وباجي ارسم شكل الشفت بتاعي وبدوس اوكي. هلاقي ان الشفت بتاعي اترسم في كل الاماكن اللي طالع منها الشفت من الاول للاخر. بس وبكده اكون وفرت وقت ومجهود كبير جدا في ان انا ارسم ديتيل لاينز في كل فيو عندي